السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل طريقة الاستريبس المقرمش. هنعملها بأسهل وأجمل طريقة ممكن نعملها في البيت وبمقادير موجودة عندنا في البيت، وهيطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من أسهل وأجمل الوصفات اللي ممكن نعملها في البيت وتطلع معانا أحلى من اللي بنشتريها من بره. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي كمية من صدور الفراخ قطعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ولازم التقطيعة بتاعتنا تبقى تخينة علشان الستريبس بتاعنا يطلع زي بره. جبت نص كوباية من المية وضفت عليها معلقة توم باودر وفلفل اسود وملح وبابريكا، معلقتين كبار من البابريكا وبس. دي كل المقادير بتاع كل التوابل بتاعتنا. هقلب كويس وهننزل الفراخ بتاعتنا ونقلبها في الخليط بتاعنا ونحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين. هنسيبها في التلاجة ساعتين علشان تشرب كويس من الخليط ويبقى طعمها جميل. وبعدين هنجيب باقي المكونات بتاعتنا. جبت كوبايتين من الدقيق، عليهم ربع كوباية من النشا، وعليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود ومعلقة توم باودر، وهقلب كويس جدا الدقيق مع التوابل. وبعدين هنكون مخرجين الفراخ بتاعتنا من التلاجة، وهنجيب الفراخ ونحطها في الدقيق بالشكل ده، وهنبتدي بقى نقلبها كويس جدا بحيث ان الفراخ بتاعتنا تعمل قشور ويبقى شكلها جميل. لازم تتقلب كويس جدا في الدقيق، يعني مش اقل من 5-6 تقليبات كده. وبعدين ننزلها في المية. عندي هنا مية مش ضايفة عليها اي حاجة، مية من الحنفية عادية، نزلت فيها قطع الستريبس. وبعدين هنحطها تاني في الدقيق ونقلب كويس جدا. نفضل نقلب لغاية ما الستريبس بتاعنا يعمل القشور دي اللي احنا عايزينها، ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا نفس الشكل ده بالظبط. هنعمل الكمية كلها بنفس الشكل ده، وهخلص الكمية كلها ونيجي مع بعض بقى علشان نكمل باقي الكمية مع بعض. هنعمل برضو كمية تانية من الفراخ. جبت الفراخ من التتبيلة وهقلبها كويس جدا 5-6 كده 7 تقليبات في الدقيق علشان يديكي نتيجة كويسة. وبعد كده تنفضيه كويس من الدقيق وندخله تاني في المية ونخرجه نقلبه برضو علشان توصلي لنتيجة كويسة للقشور بتاعة الفراخ المقرمشة. لازم يتقلب كويس جدا في الدقيق. هنقلبه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وكده خلاص، ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. وكده هنكمل الكمية كلها، وبعد كده نروح بقى على الزيت بتاعنا. الزيت بتاعنا لازم يكون غزير طبعا زي ما حضراتكم عارفين، بس ما يكونش الزيت بتاعنا يعني درجة الحرارة بتاعته سخنة جدا، لازم تبقى هادية. يعني الزيت بتاعنا تبقى درجة الحرارة بتاعته سخنة. وبعد كده نرجع نهدي بقى الزيت، يعني نهدي النار شوية علشان الفراخ بتاعتنا ما تاخدش لون بسرعة وتستوي تسوية كاملة وكمان تطلع مقرمشة. هنهدي النار، واول ما الفراخ بتاعتنا تبتدي تاخد لون وتحمر نبتدي بقى نعلي النار تاني. كده الطريقة دي هتخلي الفراخ طالعة معاكي مقرمشة وحلوة جدا. يعني بتهدي في البداية كده، بتحطيها على زيت سخن، وبعدين تهدي النار، وبعدين ترجعي ترفعي النار شوية. واول ما تاخد لون زي ما حضراتكم شايفين كده هنخرجها على مناديل. وبعدين هنعمل كل الكمية بتاعة الستريبس بتاعنا بنفس الطريقة دي. هنحطها على زيت سخن وبعد كده نهدي شوية. وبعد ما نلاقي الفراخ بتاعتنا استوت كويس، يعني خلاص داخلة على لون، هنبتدي نعلي النار تاني علشان الفراخ بتاعتنا تطلع مقرمشة وجميلة. هنكمل باقي الكمية برضو زي ما حضراتكم شايفين. انا حطيت كام قطعة من الستريبس بالشكل ده وهديت عليهم النار، واول ما يبتدوا ياخدوا معايا لون هنرفع النار. وكده نبقى كمية الستريبس بتاعتنا جهزت. بصوا كده خلصت الكمية كلها، وبقى الستريبس بتاعنا بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل واسهل الستريبس اللي ممكن تعمليه في البيت. هتعمليه بطريقة سهلة وهيطلع احلى بكتير من اللي بنشتريه جاهز. جربوا الطريقة وان شاء الله الطريقة تعجبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.